اهلا اهلا، ازيك يا مدام؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي اموريني معاكي مستر ايمن تدرس. مستر، انا عندي مشكله. انا ابني بيذاكر كتير قوي وطول النهار ماسك الكتاب بس سكوره ما بيزيدش. ايه الحل في المشكله دي؟ كل اليوم ابني قاعد قدام الكتاب، قاعد قدام الكتاب وبيذاكر فعلا، بس مذاكره خاطئه. في طلبه كتير بتعمل حركه هم مش قاصدين الحقيقه حبايبي. هو بيحل الاسئله اللي هو بيعرفها، بيذاكر، لكن يجي عند السؤال اللي ما بيعرفوش بيسيبه، بالتالي بيجيب ايه؟ بيجيب نفس السكور، فما تستغربش. هو ده حقيقي. عشان كده دايما كانوا يقول لك اللي هتعمله في البيت هو اللي هتعمله في الامتحان. فالتغيير هو تغيير نوع المذاكره، ان انا اقعد احل الاسئله اللي انا ما بعرفش احلها في اي ماده، على فكره مش في ماده معينه. لو انت بتحل الاسئله اللي انت بتعرفها هتفضل طول عمرك تجيب نفس السكور، ما تستغربش. لكن امتى تجيب سكور اعلى؟ لما تتدرب على الاسئله اللي انت ما بتعرفهاش. هي دي المذاكره الحقيقيه. اقعد اليوم كله على سؤال ما بتعرفوش احسن ما تحل 1000 سؤال بتعرفه، مش هتزيد.